يا مساء الفل، مساء الجميل، كل سنة وانتم طيبين كده وبالعيد فرحانين. النهارده كده أول يوم العيد، فالتجهيزات بتاعتنا بقى اللي هو الصبح كده بنبتدي نرص بقى شيالة الكحك وطبق الترمس وكوباية الشاي بلبن، اللي هو بقى الفطار الأساسي بتاع كل الناس الصبح بتاع العيد. تمام. بس لو أول مرة تشوفي القناة متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. هنا جبت طبق رصيت فيه الكحك وابتدي احط عليه السكر. انا مش بحط السكر غير وقت يعني ما هقدمه، علشان خاطر بحسه احسن لما بحطه عليه بيلزق فيه السكر قوي. ومش عارفه يعني انا بحب احط السكر او يعني وقت الاكل وخلاص يعني. تمام. فهنا كده بقى ايه، بغرقها سكر عشان يعني في ناس بتحبها بالسكر كتير، وفي ناس بتحبها ساده يعني. بس انا هنا رصيت الشايله كلها بسكر لان عارفه ان عندي ولادي بيحبوه بسكر. في ما بياكلوش اساسا يعني بياكلوا بسكويت بس ما بياكلوش كحك. هنحنتف بقى والرص بالراحه خالص عشان مفيش حاجه تقع والكلام ده كله. الشياله دي لسه جايباها اكليريك. كنت عايزه اجيب لون تاني بس ما لقيتش، يعني وقتها كان محل منزل الصور وكده. اول ما رحت واخترت ما لقيتش غير اللون ده، او انا خليت حد راح جاب لي يعني ما لقاش الا اللون ده. انا كنت عايزه لون هادي خالص كده، جه اللون المطرقع فهستخدمه في المطبخ يعني. هو ايام العيد وبعد كده ادخلها بقى احط ارص عليها كيكه، احط عليها حاجه مثلا تقسيمات كده، طبق اعملها طبق في اخر الاكل. ارص بقى البسكويت بتاعنا. شفتوا التسويه بتاعته مستوي من تحت ومن فوق واخر شياكه كده. مش بنكتر علشان خاطر اسمه ايه، الحاجه لما تبقى كتيره محدش بيقرب منها. يعني زي الحاجه ما تبقى قليله تلاقي كله بينتش فيها كده ويخلصها ويبقى نحط لهم تاني. ده كده البيتي فور برضو بتاعنا. احنا شفنا كل الفيديوهات بقى دي بتاع الكحك والبسكويت والبيتي فور، لو ما شفتوهاش روحوا شوفوها. خلاص. هتشوفوا بقى حركة كده انا عاملاها. جبت قماشة تل، عندي كان 2 متر تل كنت مشتريهم لحاجة، وما عملتهاش يعني. القماشة التل دي اللي هي بتاع الفساتين وكده، فخدت منها قطعة شطفتها كويس وخدتها عملت رصيت عليها، حطيت عليها ستراس، تقلتها زي التقل كده من الحروف. دي بيعملوها المغاربة على بيقدموا بيغطوا بيها الاكل بتاعهم. فانا حبيت ان انا اعملها، شفتها كده في على كام موقع كده إن المغاربة مغطين الاكل بحاجة تل كده مخرمة، وفي نفس الوقت عشان الدبان ما يجيش على الحاجة، علشان الحاجة تبقى يعني تبقى متغطية بحاجة ايه، مفيش حاجة تيجي جنبيها، دبان ناموس اي حاجة. فهنكمل بقى رص الشيله بتاعتنا وبعد كده نغطي بقى بالبتاع الطرحه التل دي او القماشه التل دي. شكلها جميل. متنسونيش بقى بدعوه حلوه كده. ومين هيصوم بقى الستة البيض ولو في ايام مثلا عنده نقصه او حاجه هنبدا مع بعض كده باذن الله من اول بكره ان شاء الله، علشان ما نكسلش، عشان معدتنا واخده على الصيام يعني. لو احنا ريحنا بقى خالص هنتعب يعني. بيبقى ايام العيد دي تعب للناس اللي هي بتاكل وكده كذا حاجة، فتلاقي معدتها تعبانة. هنرص الفول والشوكولاتة بتاعتنا وبعد كده نحط بقى نغطي الحاجة ونحط الترمس والكلام ده. نركز بنظبط الالوان عشان ميبقاش في حاجة شبه بعضها جنب بعضها. اكتر شوكولاتة عجبتني اللي هي المربعة اللي هي لونها ذهبي، دي كان احلى حاجة، محشية جوز الهند وطعمها تحفة. ولو اعرف كنت جبت كله من نفس النوع يعني. والبونبوني ده او التوفي ده حلو برضو قوي. استنوني بقى في فيديو جاي، ومتنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والكومنت الجميل كده. ده شكل الشيالة بتاعتنا، وعيد سعيد يا رب كده واجازة سعيدة على الجميع. نحط بقى طبق الترمس بالحمص وناخدهم بقى وننزلهم في الريسبشن اللي تحت عشان نسلى بيهم قدام التلفزيون. دي بقى القماشة اللي بقول لكم عليها اهي، ده شكلها حاجة كده جميلة يعني، اغطي بيها بقى الحاجة بتاعتي. بس اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.